اهلا بيكم في قناتنا مطبخ فراولة. النهاردة هنعمل اكلة مصرية شهيرة. بجد كل فترة بنبقى محتاجين نرجع للاكل المصري الاصيل، بعيدا عن الاكلات الايام دي والتوابل الكتير اللي بتخلينا ما بنحسش بطعم الاكل. هي عشق الملايين، الملوخية الخضرة الطازة. هنعملها بطريقة زمان واجواء ونفس زمان. يلا بينا. بس اذا كنتم اول مرة تشوفوني، انزلوا اشتركوا وفعلوا الجرس علشان توصلكم كل اشعاراتنا بفيديوهاتنا الجديدة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي بطريقة سهلة ومبسطة لكل المبتدئين واللي أول مرة يدخل المطبخ ويعمل ملوخية. معانا هنا كيلو إلا ربع من الملوخية، وأنا هنا اشتريتها ملوخية قصيرة، يعني طول الزرعة بتاعتها قصيرة، فبتبقى مسكرة قوي. غسلتها كويس جدا وصفيتها وفردتها على حاجة قطن علشان تنشف كويس. وانا هنا مستخدمة ملوخية طازة، لكن انت طبعا لو حابة تجيبيها متفرزة او متجمدة جاهزة من السوبر ماركت زي ما تحبي طبعا. بس انا طول الصيف بحب اجيبها طازة، لانه ملوخية الصيف افضل من الشتاء. فهي بقى بالنسبة لي في الصيف بتنشف بسرعة، كمان بتبقى طعمها اجمل من ملوخية الشتاء، ومش بتاخد وقت معايا زي الشتاء. جميلة في كل الاحوال. هنا بقى انا بخرطها بالمخرطة الاستانلس بتاعت زمان برضو، على صينية العشاء بتاعت زمان الاستانلس. احنا عايشين اجواء زمان. طبعا لو حابة تعمليها في الكبة، او زي ما قلت تجيبيها متفرزة جاهزة، اسرع ليكي. بس انا بحب جدا جدا ان انا اخرطها بالمخرطة، بتبقى ليها طعم خاص كده. وكمان بنعمها جدا، يعني بوصل لمرحلة زي ما انتوا شايفين ان هي بتنعم قوي. باخرطها كذا وش يعني لغاية ما تبقى ناعمة قوي، ما بتبقاش خشنة معايا. الاجواء رائعة، رجعتني لسنين لورا. كده بقى خلصت خلاص ووصلت للمرحلة اللي انتوا شايفينها دي. مخروطة ناعم قوي، حلوة قوي. التركات دي يا جماعة بتفرق في نجاح الملوخية. تعالوا بقى في حلة على النار فيها الشوربة بتاعتنا، بحط يعني مكعب واحد من المرقة. بيفرق معايا في الطعم على فكرة، في التست بيدي طعم حلو جدا، بيخليها مسكرة اكتر. بننزل بقى بالملوخية بتاعتنا اول ما الشوربة بتغلي، بتبدأ تغلي. بننزل بقى بالملوخية بتاعتنا، وهقلبها تقليبة بسيطة خالص، مش هقلب كتير علشان ما تسقطش مني. هي التقليبة اللي انتوا شايفينها دي بس علشان اوزعها كويس في الشوربة. شايفين قوامها؟ لا خفيف خالص ولا تقيل خالص، زي ما احنا شايفينها كده. هسيبها على جنب وهطفي عليها في طاسة على النار، طاسة الطشة بتاعت زمان الألمونيوم. هجيب معلقة من السمنة البلدي الحلوة دي، هسيحها، و هنزل بالثوم بتاعي، 3 4 فصوص توم، او على حسب ما تحبي. لو بتحبي التوم بزيادة حطي، انا بحب التوم كتير في الملوخية. هفضل اشوحه كده لغاية ما يوصل لمرحلة اللون الذهبي الفاتح خالص. انا مش هحمره، لكن هخليه لون ذهبي فاتح. اول ما يديني اللون ده وريحته تطلع كده وتفحفح، هنزل بقى بمعلقة صغيرة من الكزبرة الحب المطحونة، وتكون مطحونة كويس جدا. هنزل بيها عليه قبل ما يدخل للون الذهبي الغامق. هحمره كويس واقلب فيه على نار متوسطة، مش هعلي النار عشان ما تتحرقش مني. و الحروقة دي او التوم لما بيبقى محمر قوي ويدخل لمرحلة الحروقة دي، بيمرر معايا في الملوخية، ما بيديش طعم حلو خالص. فهنقلب مع بعض لغاية ما نوصل لدرجة اللون اللي هوريها لكم دلوقتي مع بعضينا بشويش. انا مش بسرع الكاميرا علشان نشوف الدرجة اللي المفروض نوصل لها، وبعدين نطش الملوخية بتاعتنا. شايفين؟ انا مش هغمقها عن كده. كده بقى هي الدرجة المطلوبة مني، ومش هغمقها عن كده علشان ما تمررش. على طول على الحلة بتاعة الملوخية هنزل بالطشة بتاعتي. ما اقولكوش بقى على الريحة عاملة ازاي، قلبت البيت يا جماعة. هي دي الملوخية المصرية الأصيلة الخضرة. شايفين خضرها عامل ازاي؟ ريحتها جامدة، ريحتها جميلة جدا. ده قوام جميل، ده قوام ناجح للملوخية. مش هتسقط منك، امشي باللي انا قلت عليه بالظبط، مش هتسقط منك خالص. هتعملي احلى ملوخية طازة.
لا تقيلة خالص ولا خفيفة خالص. شايفين قوامها عامل ازاي؟ في حلة بقى على النار نعمل شوية رز بشعرية على السريع. بننزل بمعلقة من السمنة البلدي الحلوة على شوية شعرية، اللي هي بتبقى تلت كمية الرز اللي انا هستخدمها. ايا كانت الكمية، انا بستخدم تلت كمية الرز بتبقى شعرية، لغاية ما توصل للون الذهبي الجميل ده. بنزل بالرز بتاعي المغسول ومتصفي، رز مصري عادي جدا مغسول ومتصفي. هقلبه تقليبة كده وهنزل بالشوربة بتاعتي. الشوربة تكون سخنة، سواء مية او شوربة لازم تكون سخنة ومغلية. هقلبه واحط الملح والفلفل بتاعي على نار هادية بقى، ويطلع احلى رز مفلفل بالشعرية جميل. هنا بقى انا غرفت الملوخية والفراخ بتاعتي حمرتها في الطاسة بسمنة بلدي جامدة مع الملوخية بتاعتي. شايفين القوام؟ أكلة من التراث. يعني بنلف ونقعد ناكل أكلات برا، بس بنرجع للأكلة دي ونحن لها بقى. أكلة جامدة. يلا بقى ناكل بودن القطة. نعمل بقى العيش ودن القطة، العيش البلدي الجميل. جامدة جامدة جامدة. جربوها يا جماعة. اللي حظه مش حلو فيها وما بيعرفش يعملها يدخل، والأول مرة بيدخل المطبخ يدخل يعملها ويتجرأ. جميلة مش هتندموا. بيحبوها الأطفال أكتر من الكبار. الفراخ بتاعتنا اتسلقت واتحمرت في الطاسة برضو بنفس الطريقة الكلاسيكية بتاعت زمان. أكلتنا ووصفتنا خلصت النهاردة. إذا عجبتكم انزلوا اكتبوا لنا آرائكم في كومنتات، اكتبوا لنا كل اقتراحاتكم الفترة الجاية اللي محتاجينها. دي حاجة بتشجعنا وبتدعمنا. شكرا ليكم ولمتابعتكم.